سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة حبيت كده أصور معاكم البط الخليط بتاعنا، البط البلدي الخليط، واللي أنا صورته في الفيديوهات اللي فاتت، في فيديو الاستقبال، وصورته كمان وهو كان لسه طالع من البيضة كده. فالنهاردة تم الأسبوع معانا، فحبيت إن أنا كده أشارككم كده الفيديو ده. والنهاردة هنعمل له أول وصفة على العلف كده، وكمان على المية، علشان في العمر الأول كده للبط، أول أسبوع ليه، نبتدي بقى إن احنا نهتم بيه أكتر من الأول، يعني علشان المرحلة دي طبعا بتبقى مهمة جدا للطيور. يعني أحيانا في دفع بط بيحصل معاها بتتعب كده في العمر الصغير ده. فاحنا هنعمل له حاجة طبيعية سهلة جدا ومكوناتها بسيطة، علشان نرفع مناعته، وكمان عشان تمنع الإسهال لو في إسهال متواجد عند البط كده، أو لو مفيش كده برضو بنحافظ عليه. شايفين البط كده بنشاط ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أنا مش بسيبه كده على الأرض ليل نهار، يعني في المكان اللي أنا حاطاه فيه ده مش بسيبه بالليل وبالنهار فيه. أنا ببيته ببيته كده زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا. البوكسة في نفس المكان اهي، انا اللي بدخله فيها بالليل، يعني من بعد المغرب كده ببتدي ان انا احبسه فيها. واول ما النهار يطلع كده، يعني اول اليوم، في اول اليوم تاني يوم يعني، ببتدي ان انا انزله على الارض زي ما حضراتكم برضو شايفين معايا كده. طبعا بهتم بالمكان، المكان واسع على قد البط يعني، والارضيه بتكون ناشفه برضو تماما، بتفرشي تحتهم كده تبنه او نشاره، وبترش كل كام يوم كده، كل 3-4 ايام شوية جير مطفي كده بسيطة على النشارة كده، عشان تعقم المكان، عشان المكان يكون نظيف للبط وما يحصلش اسهالات ولا نزلات معوية ولا اي حاجة من الكلام ده. طبعا انا هبتدي برضو نحط الحاجة البسيطة اللي احنا هنحطها له على العلف علشان ترفع مناعته. بس يا ريت لو انت لسه اول مرة بتشوفيني وتسمعيني، يسعدني طبعا ويشرفني انك تنضمي لينا وتشتركي معايا. يا ريت لو عجبكم كده الفيديو لايك للفيديو عشان تشجعونا ان احنا نكمل معاكم فيديوهات كتيرة عن تربية الطيور. الخلطة بتاعتنا يعني هي مكوناتها سهلة وبسيطة، وطبيعي ان هي موجودة يعني في كل بيت بتحافظي بيها على البط بتاعك. طبعا العلف اللي هو الحباية السمسم 23%. طبعا بالنسبة للعلف انا كنت اول 3 ايام كده بضربه لهم وانعمه شوية علشان يعرفوا البط يعرف ان هو ياكل منه. بعد ما البط اتقفل اسبوع معايا، فابتديت ان انا بحطه له من الشكارة على طول. طبعا ده اقل من نص كيلو علف على حسب كمية البط اللي عندي، فانا حاطه لهم كده اقل من نص الكيلو. وعليه عليه معلقه كركم من المعلقه الصغيره بتاعت الشاي، معلقه كركم. وده طبعا ده بالنسبه للمكون ده نعناع ناشف ومنعمه جدا. وببتدي ان انا افركه له كده مع العلف. ليه؟ علشان لو البط عنده كده حاجه في بطنه، فده بيكون مطهر معوي. بحافظ برضو على طيور كويس جدا. انا بستعمله للطيور عندي سواء كبيرة سواء صغيرة، فبكون كويس. وده طبعا معلقة النشا ومعلقة رز مطحون ناشفة، وده بعتمد عليها في كل دفعة بط بتطلع عندي عشان الاسهال. وده طبعا حوالي عن 4 فصوص توم كبار بتنعميهم، تفرموهم تنعموهم جدا كده. ودي معلقة حبة البركة. وده طبعا الليمونة دي انا عملت فيها انا عصرت الليمونة على السقاية علشان بتكون كويسة. لو العلف فيه احيانا العلف بيكون فيه نسبة سموم بسيطة، فدي بتكون كويسة. وبتبتدي ان انت تغلفاني كل الحاجات دي كلها كده مع بعضها في العلف. طبعا التوم بيخلي العلف ريحته نفاذة، فبيخلي البط يسحب معاكي في الاكل بتاعه. وتلاقي البط معاكي ابتدى ان هو يعني يكبر معاكي بسرعة كده. بتحافظي برضه على البط بتاعك وما يجيلوش اسهالات، ما يجيلوش نزلات معوية. تلاقي البط كبر معاكي، تلاقي دايما البطة معاكي نشيطة
وكويسة، حجمها يبدأ ان هو يكبر معاكي وتكون كويسة جدا. ده طبعا البط اللي كان طالع لي من تحت البطة، وانا صورته معاكم طبعا للناس اللي هي متابعة معايا على القناة على طول. صورته معاكم وهو لسه طالع كده، وصورته في الاستقبال، وحاليا هو كده عمره اسبوع. فما شاء الله شايفين حجم البط عامل ازاي. لما بتكوني مهتمية بحاجتك، مهتمية بنوع علف يكون كويس، وده شيء اساسي لو حابة ان انت تربي طيور من غير ما يحصل اي مشاكل. فلازم تختاري العلف بتاعك يكون نسبة البروتين بتاعته كويسة، يكون علف نوعه كويس ونضيف. وبتبتدي ان انت تعتمد عليه في التربية من اول الدفعة لاخر لما تخلصي دفعة البط عندك يعني تكبر. ما بتغيريش الا النسبة الا من الشكرة الخشنة للناعمة، يعني من 23 ل21. لكن هي نفس الشركة بتكون واحدة، فبكده بتلاقي بطك بيكبر معاكي بسرعة. ما بيحصلش لما البط بيكبر معاكي ما بيحصلش اي امراض تيجي للطيور عندك. بتبتدي تلاقي ان البطة يوم عن يوم بتلاقيها كبرت معاكي بسرعة. طبعا البطة اللي ورا خالص دي اللي انا مركزة عليها دي اكبر من البط ده شوية. فهي مع دفعة تانية، بس كل شوية تيجي على البط ده فسبتها معاه. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا دايما تسعي كده باهتمام بحاجتك، لأن طبعا احنا عارفين ان الطيور تربيتها مش سهلة ومكلفة، وخصوصا ان العلف غالي جدا. ف... فلازم يعني تهتم بكل كل الحاجات اللي بتخلي الطيور تكبر معاك بسرعة، وما تاخدش وقت معاكي في التربية، سواء بنوع العلف النظيف بالخلطات الطبيعية اللي انت بتعملها له. يعني واحدة واحدة كده بتبتدي ان انت كل يومين 3 تعملي لهم خلطة مختلفة عن التانية. طبعا انا هنا بوريكم الارضية بتاعت المكان، هي المكان واسع ونضيف، وهو ده اللي بيخلي الطيور تكبر معاكي بسرعة. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا ببتدي اسيب العلف بالمكونات اللي عليه دي قدام البط كده لحد لما يخلصوا، لحد لما يخلصوا تماما. وبعد كده ببتدي لو خلصوه خلاص، لو مش خلصوه، لو بقي فيه شوية طبعا بحط له الدفعة اللي اكبر منه شوية، وببيته من غير اكل ولا حاجة. ببيته في البوكسة اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي معايا دي، علشان البط في المرحلة دي بيحتاج الدفع، عشان لو خد منك برد بالليل ولا حاجة بيبتدي ان هو يسهل ويتعب منه. فانا بسيبه في المكان ده. المكان ده طبعا امن. لازم برضو المكان اللي انت بتحط فيه البط وهو لسه في العمر ده لحد لما البطية تكبر معاكي تجيب عمر 3 اسابيع كده، فبتسيبيها في المكان للنهار اللي انت بتكوني بتربي فيه. اما في العمر ده كده يعني من عمر اليوم لحد لما البطة تكبر معاك عمر 12 يوم، لحد لما حجمها تشوف ان هو كويس معاكي، لازم تبيتها في مكان برضو يكون امن، عشان ما فيش اي حاجة تيجي عليها، عشان هي طبعا ما بتعرفش تدافع عن نفسها. انا هنا بقى عاملة عصرة ليمونة على المية على السقاية دي برضو مضاد حيوي ومضاد سموم. لو في حاجة في معدة الطيور بتكون كويسة جدا. طبعا احنا بنسعى كده ان احنا نربي حاجتنا بكل سهولة بحاجات طبيعية، علشان مفيش احسن من الحاجة الطبيعية اللي هي مش مكلفة. ليه؟ لان احيانا ممكن تجيبي ادوية وتحطها لطيورك وما بتجيبش نتيجة زي الحاجات اللي انت بتعملها منها حاجة. بتوفري كده من شراء الأدوية، وفي نفس الوقت بتربي البط بتاعك على حاجات طبيعية. طب الوصفة دي ممكن تعملها كم مرة في الأسبوع؟ تعملها مرتين في الأسبوع، مرة في أول الأسبوع مرة في آخر، ويومين ورا بعض. طبعا أنا حطها النهاردة كده أول اليوم على الصبح كده، وحطيت لها للبط وهسيبهم ياكلوا لحد المغرب، وبعد كده هبيتهم في البوكسة. فده بتكون أحسن تربية، والطريقة دي بتحافظي بيها على البط معاكي من البرد، من اي تعب. تلاقي البطة معاكي بتتحرك ونشيطة وكويسة كده معاكي. يا ريت لو انت لسه معايا لحد الان من الفيديو تضغطي اشتراك في القناة ولايك للفيديو. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.